غبت هذه الأيام عن هذا الفضاء عنوة بعدما رأينا مجازر تحدث فعلا في غزة، مضاجر تشارك فيها كل الإنسانية بلا تمييز، وربما من يدعون بأنهم يمثلون حرية التعبير والديمقراطية، ومن ينعتون بأنفسهم بأنهم ديمقراطيون، وأن من يتهددهم هم الديكتاتوريون، في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل والحرب الفظيعة التي تجري رحاها ضد الشعب الفلسطيني بغزة. ربما هم أكبر من يحاول أن يقنع العالم بهذا المبدأ المغالط، وبهذه المغالطات التي صار يدركها القاصي والداني، بل ويدركونها هم ذاتهم ويتعنتون وكأنهم يجابهون موكبا من جهلاء التاريخ، وكأنهم يعتبروننا أمة جاءت جزافا على سطح التاريخ، حتى لا أقول على سطح الأرض. بايدن بكل بجاحة يقول في سؤال للصحافة عن سبب تواجده بتلك المنطقة، وبأن العرب يتساءلون لماذا تتواجدون تحديدا في تلك المنطقة، يقول للصحافة: هذا ليس شأنكم، وهذا شأن لا يخص العرب. لا تتدخلوا أيها العرب فيما لا يعنيكم، بمعنى أنه رأى من الهوان العربي ما يجعله يتبجح في حديثه وقلة تربيته على هذا الأساس. للأسف الشديد السياسة لا ترتبط بالأخلاق، ومن يمثلها لا علاقة لهم بالأخلاق. الحضارة الغربية ليست حضارة إنسانية، تكيل بمكيالين بين كلب وإنسان، بين قط وإنسان، بين طائر وإنسان. هل تعتقدون بأن محبة كلب واحتضانه والقيام أو إجراء عملية جراحية دقيقة جدا لكلب متواجد بأمريكا، هل تعتبرون بأن ذلك يدخل في باب الإنسانية، وهم يتنكرون لأطفال غزة الذين تناثرت أشلاؤهم هنا وهناك؟ هل تعتقدون بأن هذه هي الإنسانية؟ هل تعتقدون بأنهم بإنقاذهم لطائر من البحر غمرته أو غمره البترول إنسانية، وهم يرون مدارس غزة تفجر، وهم يرون الغزاويين بالطابور من أجل أن يدفنوا بعضهم بعض؟ أبدا ليست هذه هي الإنسانية. هذه الإنسانية التي تتنكر لشعب يريد أن يحرر أرضه فقط من سيطرة شعب استحدث وجوده على تلك الأرض وهو يدرك ذلك. هذا هو الغريب في الأمر، إنهم يدركون بأنهم دخلاء على تلك البلاد، بأنه تم زرعهم في تلك البلاد، بأن جولدا مائير كانت تقول، وهذا هو السؤال الذي طرحته على أحد الإسرائيليين منذ يومين، حين قلت له: فسر لي معنى كلمة جولدا مائير التي قالت فيها بأنها كانت فلسطينية من 1921 حتى 48 و900 وألف. إن الإنسانية التي لا تقدم الإنسان على أي شيء آخر مهما كان،
ليست إنسانية. لذلك أصبحت قيمة الحرية في منظور الغرب مجرد أضحوكة تتناسب ما يخدم مصلحة الغرب لا مصلحة الإنسان. فشلت الإنسانية الغربية في إقناع الإنسان بأنها إنسانية. نحن نعيش اليوم مفارقة تاريخية أكثر من فظيعة. كنا ننادي خلال السنوات الفارطة بأنها مجرد قناع يرتديه الغرب من أجل الوصول إلى مآربه وإلى مصلحته، ولم يصدقنا أحد. وكلما تشبثنا بمبادئنا وأردنا إقناع العالم بأن هناك جسور وظلوم على أرض فلسطين، أنعتونا بأننا نتجنى على شعب ظلمه التاريخ في حد ذاته، وهو الشعب الإسرائيلي. لذلك عزم الغرب على الانتقام لهذا الشعب الإسرائيلي الذي عانى من ويلات لم نكن نحن من تسبب فيها، بل الغرب ذاته هو الذي تسبب فيها. ويريد الآن أن يغطي على مصائبه عبر اختلاق شعب عليه أن يدفع أخطاء التاريخ التي ارتكبت في حق الإسرائيليين بدم عربي. ولكن للأسف الشديد أولئك الصهاينة والإسرائيليين كانوا أكثر ظلما وأكثر تعنتا وأكثر إساءة لمن آواهم لقرون ولمن عاشوا معه لقرون، وأصبحوا هم ذاتهم لعبة في يد هذا الغرب الذي ضرب الإسرائيلي بالعربي وأخذ العزة وانتصر لطرف على الطرف الآخر. هناك مفارقة في التاريخ يجب إعادة النظر فيها. اختلقها هذا الغرب الظلوم وضرب الجهات كلها ببعضها بعض. وللأسف الشديد من يناصر هذا الغرب الظلوم من العرب بدوا أسقطت عليهم السماء أموالا لا تحصى ولا تعد، فبان تخلفهم وانعدام الحضارة لديهم بما يكفي لكي يكونوا علامة مميزة في التواطؤ والخسة والانتصار للغرب الذي لا يحب إلا أموالهم. عن كلمة مندوبة الإمارات في الأمم المتحدثة أتحدث، التي ساوت بين المقاومة وإسرائيل وأنعتت حماس بأنها إرهابية، هي التي لا تريد من هذا العالم إلا أن يمنحها حقها. للأسف الشديد الخيانة التي ترقد وسطنا لا زالت بعد تعشش وتعيش ويفقس بيضها المسموم بين جنباتنا للأسف الشديد.